8 سيداتي وسادتي من هنا في ملعب الإنماء. يلتقي النادي الأهلي بضمك. قالينو يلعب الكرة العرضية باتجاه رياض الترويض والتمرير، لكن التغطية من الدفاع وبعد ذلك أقرب إلى دامس. طويلة من جانب دامس، عدت في اليسار. الله على هذا المرور. قالينو مرة من الأول الصديقة يا ضاري. خطأ فاتح من الدفاع بعد عمل كبير جدا من قالينو في اللقطة الماضية. يسجل أولا النادي الأهلي في توقيت مبكر جدا في أحداث هذه المواجهة عن طريق ضاري العنزي بالخطأ في مرمى فريق وسط الميدان بدون الرئيس فرانكي سي بداعي الإيقاف. ماتيس دامس إلى زياد، كرة أمامية في اليسار خطيرة باتجاه قالينو لإيفان توني والثاني للأهلي. خلصوها بدري 5 دقائق أهلاوية من نار. ما هذا الإعصار، ما هذه الانطلاقات، ما هذه الهجمة اليسارية الرائعة يا قالينو. وإيفان توني يعرف جيدا طريق المرمى. خلصوها في وقت مبكر. معارك دوري أبطال آسيا دفاعا عن اللقب. كرة تصل على جهة اليمنى. جونزالفيس يحاول أن يمر بكرة، الله على اللمسة في اليسار. قالينو تحرك وقالينو، لكن كرة في 5 دقائق. كرة أمامية خطيرة جدا لمصلحة ميتيه. محاولة على حدود المنطقة، تمريرة تصل في الجهة اليمنى. أول محاولة لضمك، تسديدة لكن التصدي التألق لإدوارد مندي في اللقطة الماضية. أول تهديد لفريق الجنوب بأقل مجهود ممكن. ضمك يسعى ايضا للعوده في هذه المباراه. كره طويله اماميه خطيره جدا باتجاه ايفان توني. ايفان مر، وايفان يحاول في المره الثانيه، لكن الدفاع وحارس المرمى يتالق في التصدي للقطه الاخيره. خطيره الكره الاخيره. المباراه بلقطه من جانب نادي ضمك طويله داخل المنطقه، لكن الدفاع تدخل والتسديده، لكنها ايضا بتالق كبير. ادوارد مندي يمنع الهدف الاول لضمك. ضاري العنزي بالخطا في مرمى فريقه، وبعد ذلك ايفان توني اضاف الهدف الثاني للنادي الاهلي. النادي الاهلي لحسم الامور واللعب باقل مجهود. كره اماميه خطيره باتجاه قالينو بتمريره، ولكن الدفاع يتدخل. ضمك في هذه اللحظات عرضيه في القائم الثاني تبعد من جانب انزوميو وتصل التسديده قويه، ولكنها بعد ذلك بتغطيه من الدفاع. وهدف ثالث. كرة أخرى من جانب رياض عرضية، لكن حارس المرمى يتدخل. جونزالفيس إلى إنزوميو. الأهلي يهاجم، يحاول ينتظر توني داخل منطقة الجزاء في هذه اللقطة. كرة طويلة، إيفان في الاستقبال، جميلة الكرة وكرة إلى جونزالفيس خطيرة، والكرة في المرمى. هدف ثالث، نعم هدف أهلاوي ثالث لجونزالفيس. عمل جميل في اللقطة الماضية من جانب إيفان توني. خلص المباراة النادي الأهلي بعد هفوقاته من الدفاع. سجل جونزالفيس الهدف الثالث اللي يؤمن على النتيجة، يؤكد على الانتصار. يوقع جونزالفيس على هدف ثالث لتأكيد هذه النتيجة وهذا الفوز. تتكلم عن العديد من اللاعبين اللي برهنوا على امكانياتهم واظهروا شخصيه اقوى وامكانيات اعلى مع المدرب يايسري. دامس بكره عرضيه الى توني، ولكنها جاءت عاليه وبعيده، في الاخير تحولت الى ضربه مرمى. لقطه اخرى خطيره لكنها تضيع امام انظار ديميرال من كميه الغيابات. عقليه الفوز، الصلابه الذهنيه لعند فريق يايسري. كره على الجهه اليسرى، تسديده قويه، ولكن الحارس يتدخل بروعه في اللحظه الاخيره. خطيره من جانب قالينو، ولكن الحارس من تدخل على ما يبدو. مطالبه بركنيه من جانب يايسري وقالينو. عمل كبير من جانب فريق يايسري في هذه المواجهه على الرغم من كميه الغيابات. كره لبساطة السيلة قويه، لكن التصدي من الحارس المره الثانيه الصرخه بكره جاءت عاليه. اللقطه هي الاخطر لضمك. يستعيد الثقه وبالتاكيد يحصل على انتصار ثمين هنا في ملعب الإنماء بالراحه امام ضمك.